لان عدم الرضا وعدم الصبر عايزه اقول لكم ان من طاقتها ان الاحداث السيئه تتكرر معاك باستمرار. عندك مشكلة، بلاش مشكلة، عندك مصيبة تقيلة بعد الشر عليكم طبعا، مش عارف تتجاوزها ازاي، مش عارف تعديها ازاي، بتقول يا رب اديني الصبر من عندك، مش قادر تصبر. عارفين في حتة كده اللي هي بين الصبر وعدم الصبر، والحتة دي بتودينا في حتة تانية خالص، لأن عدم الرضا وعدم الصبر عايزة أقول لكم إن من طاقتها إن الأحداث السيئة تتكرر معاك باستمرار. لازم نرضى، والرضا ما بيجيش غير بالصبر. طيب انتوا مش عارفين تصبروا، لكن أنا قلت لكم هقول لكم طاقات عظيمة من طاقات أسماء الله الحسنى. ربنا قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب النهارده إيه هنعمل إيه علشان نصبر، عشان نتمكن ونعدي الأزمة؟ طول ما أنت قاعد قول يا الله يا صبور، يا الله يا صبور. مش متخيل الكلمة دي هتثبتك قد إيه، مش متخيل اسم الله العظيم ده الصبور هيطبطب على قلبك إزاي، هيخليك راضي، هيخليك واثق إن ربنا بيعطيك بعد الصبر جبر. رمضان كريم.